الفريقين اليوم أحدهم راح يكون المركز الأول والمركز الثاني بطبيعة الحال. واضح بالشاشة جمهور فنجة العماني اللي حضر خصيصا لهذه المباراة النهائية. ركلة حرة مباشرة الآن خارج منطقة الجزاء، علي حسن راح ينفذها. متواجد أمام الكرة عبد الرحمن راشد، وحوار صامت بين الاثنين لعمل تكتيك وخطة هجومية لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة. لعبت تسديدة على طول وجهة الحارس، جول 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 محرك، جول محرك، جول في الدقيقة السابعة، في الدقيقة السابعة. يا أحلى وما أحلى جمهور محرك بالأعلام الحمراء. جول، هدف محرقي، هدف محرقي في الدقيقة السابعة. هدف في الدقيقة السابعة، هدف لأحمد حسن يوسف. صالح بيلعب لعبد الرحمن راشد، بينية لمحمد صالح، داخل محمد وعلى طول ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء. محمد صالح لما تقدم داخل ال 18 ياردة بعرقلة لاعب فنجة العماني ليحتسب الحكم الدولي أحمد حكيم ركلة جزاء واضحة. شوف محمد صالح لما تقدم لاعب فنجة العماني بيمسك محمد صالح، وخطأ من الأخطاء التسعة اللي بيعاقب عليه القانون الدولي لكرة القدم بركلة حرة مباشرة. وبما أن الركلة طبعا داخل منطقة الجزاء اللي طولها 18 ياردة وعرضها 44 ياردة، راح تنفذ الآن من نقطة الجزاء على بعد 12 ياردة. واللي رايح ينفذ الركلة الآن محمد صالح، محمد صالح وحارس مرمى عمان أو فنج العماني عامر سالم. حوار خافت ولعبت وبصدع حارس المرمى عامر سالم. وهذه أعزائي المشاهدين ثالث ركلة جزاء تضيع. طويلة في الأمام لهلال حميد، في خطورة بالراس داخل المرمى لكن عالية، حلوة قلت في خطورة حلوة. اللعبة من عبد الله حمدان لهلال حميد اللي لعبها حقيقة بتوقيت جيد فوق العرضة خارج الملعب. استنى في اللعبة أعزائي المشاهدين، لعبت من رمية تماس توصل عرض الملعب، جاءت عبد الرحمن راشد وفي خطورة وتسديده وهدف، هدف عبد الله جمعة، هدف عبد الله جمعة. ملعوبة بعرض الملعب من جهة الشمال لعبد الله جمعة اللي ما توانى فيها أبدا، بسددها قوية على شمال علي حسن محرز الهدف، هدف التعادل لفنجة العماني. شوف جمهور فنجة العماني، شوف جمهور فنجة العماني بعد فرق. هذه واضح بالشاشة رئيس وفد فنجة العماني. تم ركلات الترجيح. عموما لحد الآن الوقت مع حكم المباراة، كرة ملعوبة علي حسن وخطرة امام الجول، وراية في راية مرفوعة من مراقب الخط عمر المهني. هذه عمر المهني هو اللي رافع رايته مشاور عن وجود تسلل بعد ما تنفذت داخل المرمى. واضح بالشاشة حكم المباراة أيضا بيأمر اللاعبين للابتعاد عن مراقب الخط، وهو طبعا صاحب القرار الأول والأخير، هو أقرب طبعا للمدافعين. عليوي وعامر سالم، محمد عليوي، محمد الله، هدف محمد عليوي، الهدف الأول ضمن ركلات الترجيحية للمحرق، الهدف وهذا أمل إن شاء الله، أمل لتمثيل الكرة البحرينية. المحرق الآن هدف الأول من ركلة ترجيحية أولى. هلال حميد، هلال وعلي حسن، هلال وهدف، هلال حميد، هلال حميد من ركلة ترجيحية الأولى بالنسبة لفنجة العماني. الآن التعادل 2-2، بالنسبة للركلات الترجيحية 1-1. وأيضا هناك أهداف خلال الوقت الأصلي من زمن المباراة 1-1. الآن المجموع التعادل 2-2، 2 المحرق و2 فنجة العماني. الآن الركلة الثانية للمحرق، اللاعب راشد عليوي طبعا أخو محمد عليوي.
راشد عليوي على نقطة الجزاء، راشد بصدق حارس المرمى عامر سالم. بينجح عامر سالم وبيصد الركلة الثانية للمحرق. شوف بالإعادة، شوف راشد عليوي لما لعبها في الزاوية اليمين، عامر سالم بينقذ مرماه من الركلة الترجيحية الثانية للمحرق. هذا عبد الله جمعة هو صاحب هدف التعادل لفريقه في مباراة اليوم، وهل يا ترى يحرز الهدف الآن من ركلة ترجيحية؟ الله العالم. هذا عبد الله جمعة وحارس المرمى علي حسن. يلا يا علي حسن فيك الأمل، إن شاء الله فيك الأمل يا علي. لعبت وبصدها علي حسن، وبيدعو إلى الله سبحانه وتعالى لأن ينقذ مرماه من أهداف فنجاوية. شوف عبد الله جمعة، شوف علي حسن، شوف لعبها عبد الله جمعة في يد حارس المرمى علي حسن. شوف الآن علي حسن رقم 14. هل ينجح علي حسن؟ عامر سالم وبصدها عامر سالم، بصد الركلة الترجيحية الثانية عامر سالم من راشد عليوي ومن علي حسن. هذا علي حسن أخفق في إحراز هدف للمحرق، بصدها عامر. شوف بالإعادة، شوف عزيزي المشاهد بالإعادة لما لعبها علي حسن في الزاوية اللي على يمين عامر سالم. شوف بالإعادة صدها عامر سالم. الآن عبد الله حمدان هل يحرز هدف أم لا؟ عبد الله حمدان الآن لا يزال التعادل قائم 2-2 واضح بالشاشة. المحرق 2 وفنجة العماني 2. الركلات الترجيحية عبد الله حمدان، الركلة الترجيحية ولعبت وهدف. هدف عبد الله حمدان. الآن فنجاء العماني 3 والمحرق 2. لعبت، شوف الحارس في جهة وعبد الله حمدان بيلعبها في الزاوية اللي على يمين علي حسن. هذا عبد الله حمدان لعبها في الزاوية اللي على يمين علي حسن. الآن راح يسدد الركلة الترجيحية للمحرق الرابعة فيصل عبد العزيز. فيصل وفي العارضة زاهر وعلي حسن وهدف. هدف فنجال عماني. خلاص البطولة عمانية. زاهر سالم بيحرز الهدف الثالث من الركلات الترجيحية. شوف واضح علامات البشر والسعادة وأيضا الفرحة لرئيس مجلس إدارة نادي فنجال عماني السيد خالد بن حمد آل بوسعيد. مبروك خلاص لفنجال عماني، مبروك. شوف الهدف اللي أحرزه اللاعب زاهر سالم من ركلة ترجيحية الثالثة لفريقه، وهناك أيضا هدف لتصبح النتيجة الأخيرة الآن 4 أهداف فنجال عماني، 2 المحرق.